محمد الطاهر بن عاشور عالم تونسي من أبرز مفسر القرآن الكريم في العصر الحديث، وأسهم في إصلاح مناهج التعليم في جامع الزيتونة، وعرف بالشدة في الحق والجرأة على السلطان، وأثر عنه قوله الشهير: صدق الله وكذب بورقيبة. ولد محمد الطاهر بن عاشور في سبتمبر سنة 1879 في ضاحية المرسى بتونس العاصمة، قبل عامين من دخول المستعمر الفرنسي، ونشأ في أسرة علمية وسياسية عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأندلس، وتقلد أبناؤها مناصب مهمة في القضاء والإفتاء والتدريس، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم قواعد اللغة العربية ومداخل أصول الدين في سن مبكرة جدا. حفظ القرآن الكريم في السادسة من عمره، وأخذ العلم من أعيان علماء تونس وشيوخ جامع الزيتونة الذي التحق به عام 1893، ودرس فيه علوم القرآن والقراءات والحديث والفقه المالكي وأصوله، والفرائض والسيرة والتاريخ والنحو واللغة والأدب والبلاغة، وكذلك علم المنطق. كما تعلم الفرنسية على يد أستاذه الخاص أحمد ابن والناس المحمودي. ومن أشهر شيوخه الشيخ محمد النجار، والشيخ سالم بوحاجب، والشيخ محمد النخلي، والشيخ محمد بن يوسف، والشيخ عمر بن عاشور، والشيخ صالح الشريف. عين محمد الطاهر بن عاشور في البداية مدرسا من الدرجة الأولى بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية، وكان لتجربته المبكرة في التدريس في جامع الزيتونة ذي المنهج التقليدي والمدرسة الصادقية ذات التعليم العصري دور كبير في وعيه بضرورة ردم الهوة بين الأصالة والمعاصرة، والشروع في التخطيط لإصلاح التعليم في تونس. أصبح نائبا أولا لدى المجلس العلمي في الزيتونة سنة 1907، ثم التحق بالسلك القضاء سنة 1911 عضوا بالمحكمة العقارية، ثم أصبح مفتيا مالكيا سنة 1923، فكبير المفتين سنة 1924. اختير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في لجنة إصلاح التعليم الأولى بالزيتونة سنة 1910، وكذلك في لجنة الإصلاح الثانية سنة 1924، وعين شيخا لجامع الزيتونة، لكنه سرعان ما استقال بسبب اعتراض بعض الشيوخ على إصلاحاته للتعليم. تم تعيينه في منصب شيخ الإسلام للمذهب المالكي سنة 1932، وأعيد تعيينه 1945 شيخا لجامع الزيتونة. وفي هذه المرة أدخل إصلاحات كبيرة في نظامه التعليمي. عين بعد الاستقلال سنة 1956 شيخا عميدا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حتى سنة 1960، حيث أحيل إلى التقاعد بسبب موقفه الرافض من الحملة التي شنها الرئيس الحبيب بورقيبة. عرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور برغبته الكبيرة في إصلاح التعليم وتجديد مناهجه، ومحاربة الجمود والتخلف والانحلال الأخلاقي والحضاري ومقاومة الاستعمار، ورأى أن تخلي المسلمين عن الاجتهاد أصابهم بالتكاسل وتعطيل أعمال العقل لإيجاد الحلول للقضايا التي تجد في حياتهم. ساءت علاقته مع بورقيبة بسبب رفضه القاطع إصدار فتوى في الإذاعة تبيح الفطر في رمضان الذي حل في فصل الصيف، فأحيل إلى التقاعد بعد مقولته الشهيرة: صدق الله وكذب بورقيبة. خلف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مؤلفات مهمة ونوعية في اللغة العربية وآدابها، وكذلك في الفكر الإسلامي والعلوم الدينية، كشفت عن مدى تمكنه العلمي وأفقه التجديدي. فألف في التفسير التحرير والتنوير، وهو من أهم المراجع المتخصصة في فهم وتفسير القرآن. وألف في أصول الفقه كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية الذي جمع بين وضوح الفكر ودقة التعبير وسلامة المنهج. كما مهد في كتابه أليس الصبح بقريب لمشروعه الإصلاحي للتعليم بحديثه عن نشأة التعليم العربي وأطواره قبل الإسلام وبعده. توفي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في 12 أوت سنة 1973 عن سن ناهز 94 عاما في مدينة المرسى في تونس العاصمة.